ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم ورمضان سعيد عليكم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يبقى شهر خير وبركة وان شاء الله حياتنا كلها تتبدل فيه، وباذن الله باذن الله نخرج من رمضان ده ان شاء الله ايامنا حلوة وسعيدة ويتحقق لنا يا رب يا رب يا رب يا رب كلنا كل اللي بنتمناه. المهم انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا لا لحقت انضف تنظيفات رمضان ولا اعلق زينة ولا اعمل ولا اروق ولا اي حاجة خالص. هعمل ايه بقى معاكم النهاردة؟ هعمل معاكم كل دوت، وهنحضر السحور مع بعض وهنعلق الزينة وهننضف ونحط حاجة رمضان. على قد كده، ايه على قد يعني الحاجات اللي انا كنت جايباها اصلا وركناها دي كانت عندي من السنة اللي فاتت. السنة دي بصراحة الدنيا ما سمحتش ان انا اجيب اي حاجة جديدة ولا اي حاجة غير الحاجات اللي انا جبتها معاكم في المطبخ وفرشتها معاكم في المطبخ. اللي ما شافش الفيديو بتاع المطبخ يروح يشوفه، هيلاقيني ان انا جبت مشتريات للمطبخ، جددت المطبخ وحطيت فيه شوية حاجات كده، وما شاء الله بقى شكله جميل ويفتح النفس. فانا المطبخ فاتح نفسي، خلاني بقى مش مركزة مع باقي الشقة. خلاص هو ده المكان اللي انا يعتبر بقى فيه اغلب اليوم. تمام، فاحنا النهارده هنعمل مع بعض بقى كل حاجة، وهننضف وهنروق وننفض وشغالة بقى الغسالة على دورات، وعمالة اجيب وانشر هنا وانشر الناحية التانية. يعني قلت ايه، همسك الانتريه عندي النهارده، الاوضه بتاعه الانتريه انضفها واظبطها واخليها زي الفل، واشيل الحافظه دي اغسلها. بلم بقى هنا الدفايه، مكان ما بيبقوا نايمين بيتفرجوا على التلفزيون بيبقوا واخدين الدفايات بيتغطوا بيها. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله النهارده الفيديو تشجيع، هو المفروض كان ينزل لكم امبارح. بس ما عرفتش خالص ان انا منتجه امبارح وانزله، بصراحه كنت هلكانه. وانا يعتبر خلصته على السحور، لان انا هصور معاكم كمان السحور. هنقضي كده اول سحور مع بعض ان شاء الله في اول يوم رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وسنه سعيده عليكم. نشرت الغسيل كده زي ما انتم شايفين، وروقت الانتريه الكنب كله، نفضته وظبطته يعني وكده. باقي بس الارضيه نفضت كل حاجه كده من فوق. فريده هانم عماله اجيبها يمين واجيبها شمال، قاعده قدام التلفزيون بصوا قاعده عماله تلعب، وانا عماله يا بنتي تعالي كده يا بنتي تعالي، وهي فرحانه بقى، بتبقى مبسوطه قوي فرحانه وانا بزقها وهي ايه على الكنبه وانا بزق كده. المهم كنت هلكانه النهارده، طالع عيني في الشقه برضو وبعمل حاجات برضو وكده ومواعين ودنيا. النهارده اليوم يعني بصراحه كان مرهق جدا جدا جدا. فايه يعني قلت اكنس وامسح في نفس الوقت، اكنس وامسح يعني اشيل الكنبه اكنس من وراها واروح مسحه، اشيل الكنبه التانية اكنس من وراها واروح مسحه. انا عامه مش بعمل كده، يعني انا عامه بكنس الريسبشن كله، بروح كنساه كله خالص ولما التراب، وبعد كده بروح جايبه الشرشوبه وبروح بمسحه بيها. حتى فريده بتقولي يا ماما هو انت بتعملي ايه؟ هو انت خلصتي؟ انت ليه مش انت ما خلصتيش ما كنستيش وبتمسحي ولسه ما شلتيش التراب؟ قلت لها يا فريده انا يعني مش قادره اشيل واحط ويعني ازق الكنب وامسح واكنس وبعد كده ارجعه وبعد كده ارجع اشيله وامسح. اللي هو كنت عايزه انجز، بس بصراحه لا، يعني كده مش انجاز خالص يعني. لا بعد كده هعمل زي ما انا بقى بعمل على طول، ان انا هتاخر الكراسي كلها والكنب والحاجة اكنس، وبعد كده بعد ما الم التراب كله وكل حاجة اروح بعد كده ايه اروح مسحة. يعني لقيت ان كده اسهل لي. بصوا انا هكنس النهاردة وهروق مع بعض. انا وقفت بقى عشان الاذان. المهم النهاردة بقى يا جماعة، بصوا هننضف ونروق ونعمل ونظبط ونخلي الدنيا زي الفل ونحط الزينة. وكمان هعمل ركن كده رمضاني كده للصلاة على قد يعني برضو انا السنة دي بصوا ما كنتش عاملة حسابي في اي حاجة خالص خالص خالص. معلش يا جماعة بقى العيال كل شوية اقوم افتح للعيال. المهم كنا بنقول ايه، تهيألي ان انا السنه دي ما كنتش مرتبه ومجهزه بصراحه، وعامله يعني كل اللي انا السنه دي جهزت له الجزئيه اللي انا هعملها في المطبخ والتجديدات اللي انا هعملها في المطبخ. آه ان انا بس ايه اجدد كده شكل المطبخ اللي انا هقف فيه، لان يعني عايزه افتح نفسي كده. بصوا شلت الحافظه طبعا لسه هتتغسل، فحطيت مكانها بقى البطانيه ديت. قلت ايه
عشان خاطر ما نقعدش يعني على السيراميك كده بيبقى ساقعة. فلسه هتتغسل بقى، والسجاجيد برضو ما اتغسلتش، ما فيش حاجة يعتبر اتغسلت. الستاير بس اللي انا غسلاها وشايلاها اصلا، فهفرشها برضو معاكم النهاردة ونظبط كده الدنيا. بصوا الواحد بجد متحمس جدا لرمضان السنة دي، وحاسس ان هو ان شاء الله بإذن الله هيبقى شهر خير علينا. هو طبعا شهر خير علينا وكل حاجة، بس حاسة ان هو السنة دي ان شاء الله هيبقى حلو، رغم الغلا اللي احنا فيه والظروف الاقتصادية اللي احنا بنعدي بيها وكل ده. بس حاسة ان هو ان شاء الله بإذن الله هيعدي علينا بالخير كله. يعني ان شاء الله بإذن الله محدش يحس بأي حاجة فيه بإذن الله. بإذن الله هتتيسر من عند ربنا وتتحل، والأسعار إن شاء الله يعني تبقى أحسن والدنيا تبقى أفضل. يعني الواحد لازم يتأمل خير في ربنا، يعني إن الواحد يبقى متعشم خير كده، ربنا بإذن الله بإذن الله يعني يبقى عند حسن ظننا ان احنا، يعني ربنا قال ان احنا نحسن الظن، وان ربنا ان شاء الله بإذن الله هيبقى عند حسن ظن العبد بيه. فاحنا نحسن الظن وان شاء الله بإذن الله الفترة دي تعدي علينا كده، يعني ان شاء الله ما نحسش بموضوع الغلو ده قوي. هو احنا حاسين بيه وكل حاجة بس يعني ان شاء الله بإذن الله رمضان يفرحنا كده ونخرج منه فرحانين ومبسوطين وكل حاجة. المهم كده ايه، قلت انضف الجزئية ديت كده وارتبها. الجزئية ديت اصلا اللي انا هعمل فيها ركن الصلاة، هعملها معاكم بس في اخر الفيديو لسه مش دلوقتي. انا كنت جايبه بقى البيض، عايزه اقول لكم ان انا المفروض بجيب البيض اول الشهر. لان انا مصروفي يعتبر باخده اول الشهر، فان انا بجيب حاجتي وطلباتي كلها اول الشهر، بملى التلاجة والمطبخ والتربو وكل حاجه. ما بنزلش بقى اجيب، لان بصراحه لو ما عملتش كده وابتديت ان انا اصرف يوم بيوم وكده، بلاقي نفسي على يعني قبل نص الشهر ما بلاقيش معايا فلوس. وكمان الحاجة كل يوم اصلا عمالة تزيد، يعني مثلا البيضة مثلا النهاردة جبتها في اول الشهر ب5.5، ممكن شوية شوية على نص الشهر هتلاقيها ب6 ب6.5. طب طب ما انا كنت جبت الطبق اصلا. بعدين اجي ابعت حد من ولادي انزل يا ماما، ما انا كنت لسه تحت يا حبيبتي، طب انزل هات لي نص مكرونه يا ماما، طب ما مش عارفه ايه يا ماما. فلما بجيب طلباتي كلها اول الشهر بتعب. شفتوا في الفيديوهات اللي هي بتاعت اول الشهر دي كنت تعبانه جدا ازاي، بس بتريحني بعد كده بقى بقيت الشهر. فطبقين البيض دول كان مادعي عليهم. كل ما اقول له جوزي والنبي وانت تحت هات الطريق، يقول لي لا يبقى ما تنزلي انتي. كل ما اقول له في الاخر برضو رست ان هو وهو تحت، قلت له خلاص بقى احنا هنتسحر، ما فيش بيت، ما عمالين نبعت نجيب نبعت نجيب، ما تجيب لنا البيت بالمره وانت طالع. فكتر خيره الراجل، يعني كتر خيره كتر خيره عشان هو يبقى سامع الفيديو، كتر خيره ان هو جاب لنا البيت، يعني كتر خيرك يا عم. ماشي. المهم ايه، هنا بقى ايه، قلت اشطب شويه المواعين دول، داخلين خارجين من الريسبشن للمطبخ، من الغسيل هنا للنشر هنا. هو يوم مرهق بتاع ليله رمضان ده كمان، بالنسبه للناس اللي هي مش مجهزه ومش محضره ومش مظبطه امورها من بدري. بصوا انا لزقت الاستيكر ده على الحوض، اللي هو اللي انا عملته على المطبخ ورا، لزقته على الحوض. مش عارفه هو نوعه، مش حاساه، مش عارفه ده بقى فيه منه انواع ايه وكده، لان مش عارفه بصراحه. بس مش حاساه. كانت المية اصلا عندي لما انا لزقته كانت المية قطعة وقعدت قطعة لتاني يوم، فيعتبر ما جاش عليه ولا نقطة مية. الحوض اصلا كان فاضي، كنت انا ساعتها غاسلة المواعين ومفضياه والحوض ناشف تماما. ولقيت الاستيكر بيبتدي يطقطق لوحده وبيطلع، مش عارفة بقى ايه المشكلة، يعني مش فاهمة، مع اني كنت لازقة زمان اللي هو عامل زي الجرانيت ده وما تشالش غير لما انا اللي شلته، وكنت بشده بصعوبة من الحوض كمان. فمش عارفة بقى المشكلة في ايه، بس ان انا اعرف اوصل للراجل اللي انا جبت منه اللي هو شكله جرانيت ده. انا استحالة الزهايمر بتاعي يا جماعة مش عارفة والله العظيم. المهم انا عندي كم مواعين كتير، مش هغسلهم طبعا كلهم معاكم ما تخافوش يعني، مش هغسل كله، هغسل جزء بس. وايه، لان لسه ورايا هم ما يتلم. انا ما كنتش لسه بصوا جهزت الغدا، وبصوا هو كان لسه جاي من تحت هو والولاد و... وعايزين ياكلوا، وانا طبعا كنت مسحولة. قلت له في ثانية متخافش، المية هتغلي، قبل ما المية تغلي اكون انا حمرت البطاطس، يعني قبل ما اسلق المكرونة اكون حمرت البطاطس، ان ما كانش ينفع ان انا اعمل الحاجات دي بدري. البطاطس يعني بدري الا لما هو يجي، فقلت هسلق المكرونة وهي البطاطس بتتحمر عشان يبقوا سخنين مع بعض. والصلصة كده كده مش بعتل همها، يعني ببقى مسبكة صلصة وشايلاها، يا دوبك بتنزل على الطشة بس بتاعة التومة. فيعني ايه،
الدنيا تمام. البطاطس خلاص اهي اتقشرت. هعملها بقى احمرها دلوقتي، بس ايه، اعمل طشة التومة بتاعة الصلصة عشان اخلصها كده بقى واركنها، ويبقى كده ايه المكرونة خلاص خلصت، يعني يعتبر الصلصة خلصت والمكرونة بتتسلق. وهحط البطاطس دلوقتي على العين ان انا احمرها، وكده ابقى خلصت الغدا. انتوا عملتوا اكل ايه بقى اللي هو ليلة رمضان ده؟ كله بقى قضاها اي حاجة واللي عنده حاجة في التلاجة طلعها كلها. ومستعدين بقى ايه لأول يوم رمضان. كان نفسي اعمل معاكم سفرة اول يوم رمضان، بس مش هعرف لان احنا اول يوم رمضان بنبقى متجمعين بقى مع العيلة. ربنا يا رب يخلي رمضان ده كده رمضان تجمعات، والعائلات كلها تبقى متجمعة، وكل واحد مثلا مسافر يبقى مع مراته وولاده. كل حد في اي حتة يتجمع ان شاء الله بإذن الله، يبقى رمضان ده رمضان التجمعات. و... والرب دايما كده رمضان يفضل مجمعنا. هنفطر معاهم اول يوم رمضان، فانا مش هعرف ان انا اصور لكم اول يوم رمضان. بس بإذن الله بإذن الله اصور معاكم تاني يوم رمضان من اوله كده. هجيبه لكم برضو من السحور بالليل، يعني أنا دلوقتي هصور معاكم السحور بتاع اول يوم رمضان. بعد كده هصور بقى معاكم من يوم، يعني الفيديوهات بقى كده ان شاء الله هجيب لكم من السحور من بالليل. وبعد كده اطلع معاكم اول يوم رمضان، ونختم بقى ايه لحد بالليل ان شاء الله باذن الله. الفيديوهات الجايه نعمل فيها كده. بس انا عشان اول يوم مش هبقى بفطره في البيت، فان انا مش هقدر ان انا اصوره لكم، اصور لكم بس السحور. وبعد كده ايه ان شاء الله باذن الله. بصوا انا عماله اكل القلب بتاع الخاص ده، انا بحبه جدا الكابوتشي ده. بحب القلب بتاعه قوي. انا كده مولعه على البطاطس، والصلصه خلاص جهزت، والمكرونه بتتسلق. جاهز شويه سلطه كده حلوين، قلت لهم عقبال ما انتوا تغيروا وتتشطفوا اكون ان شاء الله باذن الله خلصت الاكل. بصوا في السريع كده، لان كده كده احنا مش هنطبخ ومش هنعمل ونبهدل الدنيا قبل رمضان. ناكل كده وحاجة سريعة. وعايزة اقول لكم كانت ما شاء الله كانت جميلة، والواحد كان بياكل على جوع. انا كنت مهدودة في الشقة وهم كانوا تحت، هو وادم وحمزة، وجايين برضو جعانين. كلنا كنا على الاكل بتاع الفطار، كلنا كنا واقعين من الجوع. فكله كان جعان بصراحة، كان كده اللي هو ايه يا ماما، ده انا قلبي وقف من الجوع كلنا. يعني انا عيالي بيتدلعوا قوي في الاكل، بس فعلا اليوم ده كنا جوعنا خالص. ولسه بقى ايه، انا بصوا هخليهم ياكلوا، واقول لهم بقى تعالوا بقى، لان انا هغير شكل الانتريه، هغير الكنبه، يعني اجيب دي مكان دي، اشيل الفريزر، هنعلق الزينه، هنعلق الستاير. آه جوزي طبعا ما كانش راضي، كانش قادر اصلا، قال لي مش قادر. بس زي اي ست مصرية ضحكت عليه كده وقلت له انا هعملهم انا بس. طب بس يعني ايه، انا خلاص بص طلع لي انت بس الستاير كده، كنت انا غسلاهم وشايلاهم كلهم، وانا هعملهم انا. طبعا قعدت ركبت الكوبش فيهم اللي هي بتركب في المواسير. وبعد كده قلت له ايه، طب معلش هاتلي السلم عشان اعملهم. بعد كده قلت له ايه، طب وانت واقف كده بص اللي هو يعني اللي هو جبت رجل واحدة واحدة، فاهمين انتوا. ف وركبناها الحمد لله، وركبنا الزينة والدنيا خلاص ظبطت وزي الفل. لسه بقى ايه، ما عملتش اوضه الاطفال، ما عملتش اوضه النوم. حتى العيال كانوا عايزين يعلقوا الزينه في اوضتهم، قلت لهم لا اصبروا لما انضفها، مش هعلق الزينه على بهدله. يعني لسه الملايات عايزه تتغير والاوضه عايزه تتمسح. بصوا انا المره دي مش هعمل الحيطان. يعني انا المره دي في رمضان انا مش هعمل حيطان، لان انا مش بنضف تنظيفات رمضان برضو. انا كده كده بمسح وبروق وبقى يعني اللي هو العادي. الحيطان باذن الله باذن الله اعملها بقى ايه على تنظيفة العيد. ماشي. والسجاجيد برضو لسه مش عارفه اذا كنت انا هعملها ولا هبعتها تتعمل ولا ايه. يعني انا عندي ما بينفعش اغسلها في الشقه، لان الميه بترمي على الحيطان فبتبقى صعبه بصراحه. بصوا انا هنا كنت خلصت الغدا، وبعد ما حطيت السلطة قلت لا انا هشيل طبق يعني هفضي انقص منهم واشيل طبق للسحور. اركن طبق سلطة للسحور. كنت كده خلاص جهزت الغدا اهو عشان نتغدى. ان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه وانا بعمل الروتينات بتاعه رمضان. نعمل مثلا اوضه النوم، نعمل اوضه الاطفال، نعمل المطبخ نفرشه. انا كل ده كده كده ما فرشتوش لسه، المشايه بتاعته مغسوله. لو في حاجه عايزه تتعمل، لان انا زي ما انتوا عارفين بقى خلاص بقى عماله اقول لكم كل شويه كنتش فاضيه وما كنتش عارفه اعمل حاجه. فهنعمل كله مع بعض ان شاء الله. بصوا هنا كنا اتغدينا خلاص،
وقعدنا بقى شوية، يعني ريحنا، وانا كان في شوية حاجات عايز تعمل تتروق في الهدوم. يعني شفت الشماعات بقى بتاعتنا وبتاعت الولاد، كان عليها هدوم كتيرة مركونة، خدتها برضو، ما انا كده كده شغالة غسيل من الصبح، قلت اخد برضو واشوف اللي عايز يتغسل واللي مش عايز يتغسل. فقعدنا يعني حبة. بعد كده بقى دلوقتي الوقت ده كان وقت السحور. قلت اجهز بقى حاجة السحور. طبق السلطة ده اللي احنا كنا راكنينه من ساعة الغدا. وهجهز بقى، هنعمل بطاطس، هنعمل فول. فول هما كانوا جايبينه وهما طالعين، هنعمل بيض، وهنعمل اللهم صل على النبي، وهنعمل جبنة بطماطم. بصوا السكاكين يعني خلاص ما بقتش حامية، وانا بقتش عارفة، عمالة ابدل ما بين دي وما بين دي وما بين دي، ومش عارفة. والبطاطساية كبيرة كبيرة قوي، اللي هي السكينة التانية حاسة ان انا مش عارفة اقطع بيها، مع ان انا برتاح في الصغيرة، لان دي بتبقى كبيرة على ايديا. بس ايه يعني، مش جايبة في دي، بتخش في قلب البطاطساية بترضاش تخرج منها، بتتحشر جوه البطاطساية بتطلعش منها. اللي هو اجيبها يمين اجيبها شمال بتبقى هتجيب صباعي. فاللي هو قلت لا خلاص هجيب الكبيرة، حتى برضو لو مش حامية مش مشكلة. البطاطس ولعت عليها كده، الفول هفضيه بس مش هسخنه دلوقتي الا لما البطاطس تتحمر. برضو البيض مش هقلي بيض دلوقتي الا لما البطاطس تتحمر. انا هعمل بيضتين بس النهارده على السحور، لان ده لسه اول سحور لينا، وهشوف بقى ايه هياكلوا ايه ومش يعني ايه، مش عارفه لسه. المهم ايه، اصلا انا عايزه اقول لكم ان السحور بتاع ده، اللهم صل على النبي، في ايه عماله انسى، بس يمكن عشان اخليكم تصلوا على النبي كتير. النهارده قلت نفسي بقى راحت للفول يكون عليه سمنه بلدي، يعني ما احطش عليه زيت. فروحت حاطه حته كده، وهو كده كده لما اجي اسخنه في الميكرويف هي ايه، هتسيح وهتبقى زي الفل. قلت له هو بيحب يعمل الجبنه بالطماطم، العيال بيحبوها من ايده قوي. معرفش بيعمل فيها ايه اختراع عننا، بس هما بيحبوها من ايده. اللي هو اعمل لنا انت يا بابا الجبنه. فقال لهم ماشي. جاب بقى كده الجبنه، انا كنت مفضيه معاكم الجبنه، فضيت العلبه بحالها في العلبه دي. تصدقوا وانا بسجل لكم دلوقتي افتكرت ان احنا اصلا كان في جبنه فلاحي في التلاجة ونسيناها. انا بحب احط على الجبنه الدومتي واحنا بنهرسها، بحب احط حته جبنه فلاحي، بس نسيت خالص. أنا لسه فاكره دلوقتي وانا بسجل لكم. نبقى نعملها النهارده على السحور ان شاء الله. المهم ايه، قال لي بصي، انا بدل ما تقعدوا كل يوم تقولوا لي اعمل لي طبق جبنه اعمل لي طبق جبنه، انا هعمل كميه ونحطها في علبه، وكل يوم ناخد حبه على السحور. حلوه برضو الفكره دي، يعني حلوه ان انت تعملي الحاجه اللي هينفع ان هي تتعمل كميه. يعني ممكن مثلا برضو البطاطس، ان انت تعملي كميه بطاطس تقطعيها في التلاجة في علبه كبيره، وكل يوم تاخدي منها حبه على السحور، تخلص تعملي غيرها، تخلص تعملي غيرها. ده برضو للناس ايه اللي هي بتبقاش فاضية، برضو بتبقى مثلا هتنامي وتصحي على السحور، فمش عايزة ان انت تصحي تقشري وتعملي لان السحور بقى متأخر. فانت مثلا ممكن، في ناس بتنام، احنا بصراحة ما نمناش. بتاع ده قعدنا عملنا كمان الستاير والانتريه وكده، زي ما قلت لكم هتشوفوه دلوقتي، هوريكم ركن الصلاة بتاعي، هيعجبكم على قد يعني يا جماعة، ماشي. آه المهم هو بقى دلوقتي قال لي انا هعمل الجبنة، هعمل كمية اهو واحطها لكم في علبة، وكل يوم بقى تاخدي منها حبة على السحور. قلت له ماشي. هنا كنت عملت البطاطس خلاص خلصت، وعملت البيض، وكمان خدت الفول سخنته، كل حاجة بقت تمام خلاص. باقي بس الجبنة اللي هو بيعملها. كانوا الولاد بقى خلاص بقى، قلت لهم حطوا الترابيزة، ان انا غاسلة الحتت اللي احنا بناكل عليها. انا ببقى عاملة حتت كده ببدل فيها، بنحط بنفردها وبنقعد ناكل براحتنا، وبنشيلها ننفضها وخلاص. دلوقتي بقى كانت مغسولة، ما كانت مبلولة يعني، فقلت لهم خلاص حطوا الترابيزة الصغيرة اللي بناكل عليها. فكنت جهزت كل حاجة خلاص اهو. هفضي بقى الجبنة دلوقتي ونحط الطبق الصغير اللي احنا هناكله، ونقعد نتسحر، ونقعد بقى ايه نظبط مع بعض كده الدنيا. اوريكم بقى الدنيا بعد ما ظبطتها ورتبتها. يوم طويل النهارده، الفيديو النهارده طويل، فيديو طويل طويل. دول بقى كده هيتشالوا في التلاجة خلاص. اهي خليت اللي هي على قد ايه، على قد اللي احنا هنحطها النهارده اهو. وادي سحورنا النهارده، والعيش كان بيسخن في الميكرويف، طلعناه وقعدنا اتسحرنا. بصوا بقى، طلعنا الستاير، قلت له بس طلعها لي انت كده وانا هعملها انا. بصوا بقى مين اللي اتدبس فيها في الاخر. بابا عمال يقول لي يعني
يعني في الاخر انا اللي اتدبست فيها، يعني انا في الاخر اللي هعملها. قلت له معلش بقى، ما يعني انت اقف على السلم واعملها على طول. قال لي سلم بقى. يا عيني اتدبس وبقى عمال يركب في دي ويركب في دي ويركب في دي، وانا عشان الستاير على كذا ماسورة ويعني فاهمين، فاللي هو زهق. قلت له معلش، بص بقى الشكل في الاخر عامل ازاي، بص مش عارفة الدنيا رايقة ازاي، بص الستاير لما بتتركب بتبقى مديها منظر حلو يعني ايه. حاولت ان انا ايه، يعني اهدي الدنيا كده. بص هنا يعني كان متشعلق اهو عمال يركب في الستاير. فعلا الستاير بتدي منظر مختلف خالص، يعني لما انا كنت شايلة الستاير تحس ان الشقة قرعة، بجد تحس ان الشقة قرعة، في حاجة مش مظبوطة في الشقة. اول ما الستاير بتركب سبحان الله، وتحطي السجاد بقى وتنوري الاضاءة الهادية دي ومش تحسي كده بدفى في البيت، وتحسي ان البيت بقى شكله مختلف. تحسي ان يعني البيت اختلف خالص. فقلت له بقى عشان لما نيجي نفطر بقى في الشقة كده اول يوم رمضان، تاني يوم رمضان ولا ايه، ونبقى متجمعين كده وقاعدين وبتاع، وتبقى الدنيا شكلها حلو وجميلة، والعيال نفسهم يعلقوا الزينة. طب هنعلق الزينة كده وهي الشقة قرعة؟ طب مش عارفة ايه، طب ايه. فتمت المهمة بنجاح يا جماعة، والحمد لله. خلاص ربنا قدرنا ان احنا نضحك عليه بكلمتين حلوين، والستاير ركبت وبقت زي الفل اهي تمام. وايه، وهنتشعلق بقى دلوقتي. يقعد يتشعلق هنا ويتشعلق هنا يا عيني. بصوا شلت الفريزر، قلت له لا انا عايزه اغير مكانه، تغيير كده. ساعات بجيبه هنا وساعات بجيبه هنا، ومش عارفه اوديه فين بصراحه، بس يعني هو ملوش مكان في المطبخ. يعني كويس ان المطبخ واخد التلاجة اساسا يعني. فالمهم بقى قعدنا نبدل. فطبعا لما جه الناحيه دي كانت الكنبه الكبيره الناحيه دي، فمش هتنفع خلاص، لا نجيب الكنبه الكبيره الناحيه دي ونجيب جنبه الكنبه الصغيره. فتمام، طب تمام تمام، يلا زقوا بقى وانا هصوركم انا. اللي هو خلعت بقى من الزق، ما انا عماله ازق من الصبح وامسح واكنس يا جدعان في ايه. قلت لهم لا بصوا هقول لكم على حاجه، انا عشان ابين لهم ان انتوا بتساعدوني، انتوا اعملوا انتوا وانا هصوركم، عشان ابين ايه، ان ولادي بيساعدوني. هم عايزه اقول لكم اصلا يعني عمالين يجيبوا يمين يجيبوا شمال. هو جوزي اللي بيزق، هم مش عارفين. يعني ادم عمال يزق يمين شمال، يعني تقيله عليه مش قادر. قال له تعالى انت كده، انت مش عارف تشدها تقيله، تعالى انت كده وزق من الناحيه التانية. وانا اقول لهم شاطرين، ايوه حلوين، هاتوها كده شويه، ايوه لا هاتوها كده شويه. بص اللي رايح يقعد على الكنبه اللي هتتزق اصلا. اهو حتى فريده بتزق، حتى فريده بتزق. بص زقوا وراحوا قاعدين على طول في ساعتها، يعني في ساعتها زقوا وراحوا طالعين. طب يا جدعان ايه، خليتهم بقى فرشولي برضو تاني البطانيه بقى في الارض. قلت لهم لا قوموا بقى كده، انا هو انا لازم اصوركم على البتاع، لا اوعوا كده لما اصور لهم الانتريه لما اتنقل. المهم بقى قلت يلا نحط حاجة رمضان، ناسية ان انا جايبة عندي مفرش يعني بتاع رمضان، وكنت حطيت دوت. فقلت لا خلاص هشيل، احط بقى المفرش بتاع رمضان وايه. ونعلق بقى الزينة واللمض والحاجات دي. الواحد اتبسط بصراحة يعني في الاخر، يعني حتى العيال كانوا فرحانين قوي، كانوا فرحانين قوي 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 يعني. اللي هو ايه، ايوه كده رمضان جه. يعني هما بالنسبة لهم كده رمضان جه. لو الحاجات دي ما كانتش اتحطت كان بالنسبة لهم لا رمضان لسه في الطريق لسه ما جاش. فهما بالنسبة لهم كده رمضان جه. وبعدين كمان اما عملت كمان ركن الصلاة عجبهم، وقالوا لي يا ماما طب احنا ينفع نصلي فيه؟ قلت لهم لا ده ركني انا. قالوا لي لا احنا كمان عايزين نصلي فيه. فاللي هم عايزين يتشجعوا ان هم يصلوا فيه، فاهمين. ففي حاجات بسيطة قوي بتفرق، يعني انا بصراحة اتشجعت ان انا اقوم اصلي فيه. قلت لا يبقى ده الركن بتاعي بقى بعد كده، واقعد اصلي فيه. بصوا هنا كنا علقنا الزينة، وعلقنا كمان الانوار. بصوا يعني حاجات كده على ايه، على قدنا. هما العيال بيفرحوا بالجو ده قوي، يعني يفرحوا بالزينة والحاجات ديت واللمض والحاجات دي. وهنا حطيت اللي هما الشمعتين اللي هما بينوروا دول. قلت بصراحة الانوار جوه في المطبخ كتيرة قوي، فجبتهم هنا وحطيت الفانوس ده هنا كمان. الفانوس التاني كان فوق الدولاب بقى ومرضيش يطلع بصراحة يجيبهولي، كتر خيره على كده يعني. ادم قال لي لا استني يا ماما ما اطفيلك الانوار عشان توريهم في الضلمه بقى بتبقى عامله ازاي. الزينه عامله زي القلب. شكلها حلو. بصوا الاضاءه هناك، حطيت المبخره. اوريكم دلوقتي، انور النور اخليه ينور النور واقرب لكم واوريكم. حطيت المبخره وحطيت جنبها علبه البخور.
بصوا انا طول عمري ما يعني مش طول عمري، من بعد ما خلفت وكده بقى البخور بيتعبني واي حاجة بتتعب صدري ونفسي بيتكتم وبتاع. بس ده سبحان الله، احنا واحنا بنشتري حاجات ادم قال لي الله يا ماما الريحة الحلوة اوي دي. فقلت له اه يا ادم ريحة جميلة قوي، فاستغربت فبقول لهم قالوا لي ده ريحة البخور اللي عندنا. فبقول لها بجد دي ريحة بخور؟ قالت لي اه. قلت لها دي ريحة بخور ازاي؟ قالت لي والله ريحة البخور شميه. فشميت العلبة ديت لقيت ريحتها هي الريحة دي، رحت جايبة منها المبخرة لان انا طبعا ما عنديش مباخر، ما بستعملش بخور اصلا. جبت منها المبخرة دي اللي هي على شكل رمضان، وجبت كمان منها، بصوا شكلها حلو قوي، وجبت منها كمان علبة البخور ديت. الريحة بجد ايه ده، لا لا بجد الريحة انا يعني متشوقة قوي 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 لروتين رمضان معاكم، وتنظيف الشقة والاكل والمواعين والدنيا، ونبخر كده. بصوا جبت بقى المصلية دي لونها جميل كده ولايقة على الانتريه قوي، بس